اهلا بيكم يا جماعه. ومصر تفوز على انجولا في اولى مباريات تصفيات كاس العالم 2022. بدايه كده وقبل اي حاجه خلينا متفقين ان منتخب مصر عنده غيابات زي صلاح والنني واصابه تريزيجيه ومصطفى محمد بره واكتر من لعيب، والغيابات دي ممكن تأثر على منتخب مصر. لكن اي نعم تأثر، لكن مش قدام منتخب بحجم منتخب انجولا. انت مش نازل بتلاعب فرقة كبيرة مثلا زي الجزائر او تونس او المغرب او حد من الفرق الكبيرة اللي بتبقى محتاج تبقى كل لعيبتك موجودة عشان تقدر تقدم اداء كويس قدامها. ان انت ما بتواجهش فرقة من الفرق الكبيرة اللي انا قلتها دي، ده دليل ان انت تظهر بمستوى احسن من كده، وده سبب يخليك تظهر بمستوى احسن من كده في ظل ان انت بتلعب انجولا اعلى منها في التاريخ وفي الفنيات وفي المستوى وفي كل حاجه. ممكن حد يجي يقول لي هو تمام كسب واخد الثلاث نقط في اول ماتش. انا بقول ان منتخب مصر لو كان ركز كان ممكن ياخد حاجات اكتر من الثلاث نقط. لو كنت نزلت النهارده قدام انجولا عملت ماتش كويس، قدرت ان انت تثبت نفسك بشكل احسن، كسبت فرق عدد اهداف كبير، هيبدا ان انت لعيبتك تاخد ثقه، لعيبتك تبدا تركز اكتر. معظم اللعيبه دي ما لعبتش مع بعض قبل كده، هتبدا ان تنشا ثقه بين اللعيبه وبين الجهاز الفني. اللعيبه لسه جايه جديد، معظمها ما اتجمعش، لكن ده كان هيفيدك، كان برضه هيدي رهبه للفرقه اللي انت داخل تلعبها قبل كده. اي نعم هتلعب بره ارضك في الجابون، لكن برضه لو انت نزلت عملت اداء كبير ده كان هيديك افضليه نفسيه وافضليه فنيه وانت داخل تلعب المنتخب اللي بعد كده. اول نقطه هتكلم فيها التشكيل. كابتن حسام بدا الماتش بالشناوي في حراسه المرمى، من اليمين للشمال باهر المحمدي، احمد حجازي، محمود الونش، احمد فتوح. نص الملعب طارق حامد وعمرو السوليه، على اليمين حسين الشحات، على الشمال زيزو، بيحصل بينهم تبادل. في القلب قفشه، تحت مهاجم وحيد محمد شريف. اول نقطه في التشكيل هي باهر المحمدي. باهر المحمدي بقاله سنه ونص مع الاسماعيلي ما بيلعبش باك رايت، بيلعب سيرد باك، وكمان كان مصاب بقاله فتره، ولما ابتدى يرجع وابتدى يظهر بشكل كويس برضه رجع يلعب سيرد باك وما بيلعبش باك رايت تماما، بيلعب عليه عبد الله جمعه. فبالتالي كابتن حسام كان محتاج ان هو يضم باك رايت من الاساس. اي نعم هو ضم اكرم توفيق بيلعب اساسي مع الاهلي وماشي بشكل كويس، لكن البديل ليه كان عمر جابر. اي نعم هو مصاب برضه، لكن عمر جابر مع بيراميدز ما بيلعبش في حته الباك رايت خالص، يا بيلعب جنب دونجا يا بيلعب جناح يا بيلعب ثالث في نص الملعب. حته الباك رايت بقاله فتره بعيد عنها تماما. اي نعم مفيش حل غير باهر المحمدي، بس كابتن حسام لو عايز يطور او عايز يبدا ان هو يستغل الاسماء اللي معاه كان ممكن يشغل حسين الشحات في الحته دي زي ما هو بيشتغل مع موسيماني ومع الاهلي في اجزاء من الماتشات، وكان بيأدي فيها بشكل كويس. تاني نقطه في التشكيل وهي احمد فتوح. انا دلوقتي ضميت 2 باك ليفت، محمد عبد الشافي واحمد ابو الفتوح. عبد الشافي بقاله 8 ماتشات بيلعب على فتوح جوه الزمالك بشكل اساسي، وفتوح بعيد تماما عن المشاركه. ايه اللي يخليني ابدا بفتوح في الماتش ده وهو ما بيلعبش اساسي مع فرقته؟ اي نعم انا خدته لان هو ماشي بشكل كويس قبل ما يقعد عبد الشافي، وكمان كان ماشي بشكل كويس جوه الاولمبياد، فبالتالي كان الحل الامثل للحته دي هو تواجد محمد عبد الشافي. لكن كابتن حسام ما عملش كده وبدا برضه باحمد فتوح. تاني نقطة في التشكيل وهي نص الملعب، ان كابتن حسام بدأ بالسولية وطارق حامد، الاثنين نفس طريقة اللعب ونفس الاسلوب، فبالتالي وانا عندي بره حمدي فتحي كنت ممكن استغله بشكل احسن جنب طارق او جنب السولية، مش هتفرق كتير. النقطة الثالثة في التشكيل وهي موضوع حسين الشحات وزيزو. دلوقتي اكتر 2 وينجات عاملين اداء كويس في الدوري وخصوصا في الحتة اليمين زيزو وحسين الشحات، فبالتالي انا خدت الاثنين. ابدا ان انا استغل العب واحد واقعد الثاني يكون بديل، مش هتفرق كتير. لكن ليه ابدا بحسين الشحات وابدا بزيزو واظلم الاثنين والعبهم في جزء من الماتش في الحته الشمال اللي مش مكانهم وما بيلعبوش فيها بشكل كويس ومش على عدلتهم ولا على مكانهم؟ فبالتالي كابتن حسام ان هو يبدا بزيزو وحسين الشحات ده ظلم كبير للاثنين، لان انت بتحطه في حته مش بتاعته وبتطلب منه ان هو يأدي او يديك نتيجه او يديك اضافه، فده ما كانش موجود. بعد كده اداء منتخب مصر في الشوط الاول. منتخب مصر ابتدى الكره الوحيده اللي الباكات عندنا كانت بتهاجم وكان الهجوم الوحيد لاحمد فتوح، ابتدى ان هو يتقدم، راح بالكوره جاب ضربه جزاء في الدقيقه 5 سجلها قفشه وتقدم منتخب مصر. اي نعم منتخب مصر جات له ضربه جزاء وسجل هدف في بدايه المباراه، لكن ما قدرش يستغل ده بشكل كويس. انت النهارده نازل بتلعب انجولا، اي فرقه بتلعبها وابتديت ان انت تسجل عليها في اول وقت من الماتش او في بدايه المباراه، هتبدا ان هي تحاول ترجع لان لسه معاها وقت كبير جدا، هتفتح خطوطها وتفتح الملعب، ينتج عن كده مساحات كان ممكن منتخب مصر يشتغل فيها بشكل كويس، لكن ده ما كانش موجود تماما. منتخب مصر كان واقف وبيلعب كور طويله، مفيش
جمله تكتيكيه معينه المنتخب بيشتغل عليها، مفيش ترابط بين اللاعبين بشكل كبير. كان في اكتر من فرصه لو اللعيبه اتصرفت فيها بشكل كويس. انا مش هصنف ده ان هو انانيه، ممكن اصنفه ان هو عدم انسجام. شريف جات له كوره كان ممكن يتصرف فيها بشكل جماعي لكن ما حصلش. قفشه نفس الكلام، كان في كوره على حدود ال 18 كان زيزو فاتح له لكن هو مش لمحه ولا هو منسجم معاه ولا حاسس باللعيبه اللي حواليه، لان بشكل بسيط اللعيبه دي ما لعبتش مع بعض قبل كده، فبالتالي مفيش تفاهم بينهم وبين بعض، فكان التفاهم غايب في الماتش ده، وده اثر على اداء منتخب مصر بشكل كبير جدا. بعد كده التبديلات في الشوط الثاني في الدقيقه 67 كابتن حسام البدري سحب احمد سيد زيزو وحسين الشحات ونزل عبد الله السعيد ورمضان صبحي. في ظل ان انت واقف وما بتطلعش بالكوره، فمحتاج ان انت تمسك كوره اكتر وتمشي واحده واحده، فزود اللعيبه اللي بتقف على الكوره في نص الملعب زي قفشه لعبه جناح يمين، رمضان لعبه جناح شمال، وفي القلب عبد الله السعيد. كان تبديل مش هقول ان هو غلط لكن الماتش كان محتاج ان التبديل ده يحصل. بعد كده في الدقيقه 78 كابتن حسام سحب احمد فتوح اللي كان باين عليه ان هو مجهد وكان عنده تقريبا اصابه، كل شويه يقع كل شويه يخرج يتعالج، وكان وقفته في الملعب مش مظبوطه، فبالتالي بدا ان هو يسحبه وينزل ايمن اشرف. تمام، ايمن اشرف يروح منتخب مصر ويبقى موجود ويبدا ان هو يشارك على فترات، لكن ايمن اشرف بقاله قد ايه في الاهلي ما بيلعبش في حته الباك ليفت. ايمن اشرف بعيد عن حته الباك ليفت بقاله كتير جدا، لكن هو ما بيطلبش من الباكات ان هي تهاجم، فهو كان محتاج اي لعيب ينزل يقف له في الحته الشمال دي ويقف يبدا ان هو يقابل بشكل كويس. تمام، مش محتاج ان هو يهاجم ولا محتاج اي حاجه، فبالتالي قدر ان هو يعتمد على ايمن اشرف. واستمر الشوط الثاني باستحواذ كبير قوي لانجولا. مصر بتحاول تروح باكتر من كوره لكن مفيش تفاهم، مفيش لمسه اخيره يبداوا يخلصوا بيها الهجمات. مصر راحت ب 10 كور على الجون، مفيش غير الكوره بتاعت ضربه الجزاء اللي في بدايه الماتش هي اللي اتسجلت. معظم الكور بتبقى عاليه، معظم الكور يبدا الدفاع يشتتها، مفيش فرصه قدر منتخب مصر ان هو يسجلها في الشوط الثاني. اخر تبديل معانا وهو قفشه في الدقيقه 91. دلوقتي الماتش في دقيقتين وقت بدل ضايع، كابتن حسام قرر ان هو يسحب قفشه في الدقيقه 91 وينزل حمدي فتحي ويعمل تبديل. اكيد الدقيقه دي مش الفرصه اللي بيديها كابتن حسام لحمدي فتحي، فبالتالي التبديل ده هدفه استنزاف الوقت. فهل منتخب مصر وصل للمرحله او وصل للمستوى الفني ان هو بيضيع وقت قدام فرقه زي انجولا وبيسحب لعيب وبينزل ديفندر عشان يقفل؟ اخر حاجه هتكلم عليها النهارده الاداء العام لمنتخب مصر. منتخب مصر النهارده بلا تكتيك، بلا روح، بلا اداء، كان فاضل له تكه صغيره ويبقى بلا كره قدم. انا بقول فعلا ان منتخب مصر النهارده كسب 3 نقط، لكن ال3 نقط دول بينوا لنا ان منتخب مصر قد ايه عنده مشاكل كبيره جدا. وفي النهايه مبروك لمنتخب مصر ال3 نقط في بدايه مشواره في تصفيات المونديال، ونتمنى ان احنا الفتره اللي جايه نشوف ماتشات احسن واداء احسن من منتخب مصر.